لو انتوا فاكرين ان دي شايله حاجات قليله فانتوا غلطانين. تعالوا عدوا معايا، صلوا على النبي. ترى شايفين دول بالظبط 77 ستيكي نوت، بس احنا كاتبين في الفيديو 80 عشان يعني حسيت ان رقم 77 مش هيبقى حلو. بس anyway هروق الدنيا دي كلها واظبط، وطبعا هم الاشكال متلخبطين على بعض والاصناف والانواع متلخبطين على بعض، فهظبطهم وارتبهم وارجع لكم. اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. النهارده هيكون ريفيو ل 77 نوع ستيكي نوت. ستيكي نوت مطرقعه، ستيكي نوت حلوه، ستيكي نوت تنفعنا ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعه، شغل، عندك مكتب، في البيت، وات ايفر. اكيد حاجه من دول هتنفعك وهتحتاجها. وكمان شويه اشكال حلوه قوي، مش عايزه احرق لكم الفيديو، بس حاجات حلوه قوي للناس اللي بتحب تعمل الجورنالينج. اوكي، قبل ما ابدا ما تنسونيش لايك، شير، كومنت، سبسكرايب لليوتيوب شانل، ودوسوا على جرس الاشعارات. ويلا بينا نبدا على طول الفيديو عشان انا بصراحه متحمسه جدا. اوكي، روقت المكان وظبطت الدنيا وظبطت كل نوع وقسمت كل حاجه. بصوا زي ما انتم شايفين هو باقي الترابيزه كمان مترتبه، رتبت كل حاجه عشان اعرف وابدا اكلمكم على نوع فيهم. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه قبل ما ابدا الفيديو. اي حاجه انتوا حابين ان احنا نعمل عنها فيديو اكتبوا لي في الكومنتس، وانا بجد شغاله عليها. انا في حاجتين شغاله عليهم من الحاجات اللي اتطلبت في الكومنتس. ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ان انا اقدر ان انا اخلصهم كلهم واشتغل عليهم كلهم، اصورهم كلهم ونظبطهم كلهم ويبداوا ينزلوا وتشوفوهم. فاي حاجه انتوا حابين ان احنا نتكلم عليها الفتره اللي جايه في اي حاجه تخص الاستيشنري اكتبوا لي بس في الكومنتس، وان شاء الله اقدر ان انا اوفرها وادور عليها واجيبها ونتكلم عليها مع بعض سوا باذن الله. يلا بينا نبدا اول نوع في الستيكي نوتس. قبل ما نبدا الانواع في الستيكي نوتس حابه اقول لكم على حاجه مهمه، ان تقريبا كل الستيكي نوتس ال 77 نوع تقريبا كلهم ما عدا واحد او اتنين نوع الورق بتاعهم تقريبا 70 جرام. فعشان ما اكررش الموضوع ده في كل نوع وتزهقوا مني، فكل الانواع تقريبا 70 جرام. يعني الورقه حلوه ماسكه نفسها تستحمل معانا الاقلام، خصوصا الجاف والجل مش ضامنه بصراحه الحبر، لكن الجاف والجل يبقى ماشيين معانا كويس جدا. فدي اول حاجه. تاني حاجه بقى يلا نبدا على طول عشان انا طولت قوي في المقدمه المره دي، فنبدا على طول بالانواع ونشرح نوع. اول نوع معايا وهو من ماركه M&G، جاي منه 3 اشكال مختلفه. شكل بيكون ساده بلانك فاضي خالص، وشكل بيكون دوتس منقط، وشكل بيكون مربعات. انا بعد ما بدات اهو اول نوع خايفه يكون الناس مش عارفه ايه هو الستيكي نوتس، فتعال نتكلم يعني ايه ستيكي نوتس. ستيكي يعني بيلزق، نوتس النوتس اللي احنا بنكتبها او الملحوظات، فدي عشان ان احنا نكتب كل الملحوظات بتاعتنا اللي احنا محتاجين نسجلها، محتاجين نعملها، حاجات ضروريه او حاجات بسرعه عايزين نفتكرها ونلزقها قدامنا، سواء على الحيطه، على الكمبيوتر، على اللابتوب، على الثلاجه، على اي حاجه المفروض بتلزق معانا وبتثبت يعني فتره كويسه. مش بتثبت بالايام بس بتثبت فتره كويسه عشان نفتكر النوت او نفتكر الحاجه اللي احنا عايزين نعملها في اقرب واسرع وقت ممكن. زي ما قلت لكم النوع ده جاي منه 3 اشكال، وانا بشوف الاشكال ديت وبشوف الكيسه بتاعتها ما لقيتش مكتوب عليها اي حاجه غير بس ان كل شكل فيهم بيجي 100 ورقه. وكمان مكتوب على الظهر هنا هتلاقوا فور اوفيس سكول بزنس اند فاميلي. زي ما قلت لكم نقدر نستخدمها في اي مكان في اي وقت، في البيت، في الدراسه، في الشغل، في ايا كان. طبعا الساده عشان الناس اللي مش بتحب تكتب على السطور، والدوتس دي حلوه قوي للناس اللي غاويه الجورنالينج او بيحبوا يكتبوا على الدوتس. في ناس بتحب تكتب على الدوتس. ودي مربعات انا شايفه ان هي حلوه جدا في الملحوظات اثناء المذاكره، عشان لو انتوا بتسالوني ايه الحاجه اللي ممكن تبقى نافعانا قوي في المذاكره، دي هتبقى حلوه جدا في المذاكره وحتى كمان في الشغل. تاني نوع مكمل معانا من السنه اللي فاتت من ماركه M&G ستيكي نوتس اشكال. هي نفسها عباره عن شكل، جاي منها المره دي 7 اشكال: قلب، نجمه، شجره، ورده، بطه، تفاح، ودبدوب. انا بحبهم كلهم بصراحه. وساعه لما جيت افتح الستيكي نوتس شفت خامه الورق حلوه جدا، زي ما بقول لكم هو 70 جرام، وبحس ان هم لطاف قوي خصوصا في المدرسه والشغل. النوع اللي بعده هو جاي منه شكل واحد بس.
الشكل ده مش عارفه الصراحه اذا كنتوا عارفينه ولا لا، بس انا هكلمكم عليه دلوقتي. الشكل ده من ماركه M&G من كوليكشن اسمه سمر تشا تشا تشا. صدقوني الكوليكشن ده انا ما ينفعش ما اتكلمش عليه، وباذن الله قريب جدا هعمل لكم فيديو كامل مخصوص لكل البرودكتس اللي نازله تحت لاين سمر تشا تشا تشا. بس بما ان الستيكي نوتس معايا النهارده في الفيديو، فكنت لازم اجيب لكم الستيكي نوت ده ونتكلم عليه. هو جاي شكله كده كيوت. عارفين ده عباره عن ايه؟ ده بالعربي اسمه قندس، بس بالانجلش اسمه بيفر. انا الصراحه اول مره اعرف اسمه بالانجلش، بس هو كيوت بشكل مش طبيعي. هم اخدين الكاركتر دوت زي ما كانوا اخدين سو ماني كاتس، اخدين القطط وعاملينها حلوه، هم اخدين برضو القندس دوت او البيفر دوت ومخلينه كيوت قوي بطريقه مش طبيعيه. الستيكي نوت حلوه جدا والورق بتاعها بيرفكت، والستيكي نوت ده بيجي 30 ورقه بس في الباكت ده او في الشيتس دي. حلو قوي ولذيذ، خصوصا لو انتوا هتجيبوا باقي الكوليكشن بتاع سمر تشا 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 هيبقى لذيذ قوي معاها. نيجي للستيكي نوت اللي بعده، وانا الصراحه عماله اضحك ضحك مستمر. انا مش عارفه ازاي هقول لكم على الستيكي نوت ده، عشان انا يا جماعه لقيت اكبر ستيكي نوت في حياتي. ستيكي نوت مقاسه قد وشي، حرفيا المقاس الستيكي نوت قد وشي. فيعني انا مش عارفه والله هنعمل ايه بكل ده، بس هو نوع من انواع الستيكي نوتس، بيجي مسطر، الورق بتاعه حلو جدا وبرده في حدود ال 70 جرام. مقاس الستيكي نوت 12 في 19. هو مش مكتوب عليه كام ورقه، بس لما قارنته بالستيكي نوتس ال 100 ورقه لقيته قده بالظبط، فعلى ما اظن ان هم 100 ورقه. بس الصراحه انا مش عارفه كل الستيكي نوت ده هنعمل بيه ايه. انا شخصيا ما استخدمش حاجه زي كده، بس في ناس كتير قوي بتحب الحاجات المختلفه والجديده على المكتب بتاعها. فلو انت عايز حاجه جديده ومختلفه ممكن تستخدم الستيكي نوت اللي زي الكراسه دي وتشتغل بيها. حتى لو ما كنتش مصدقه وجبت النوت من كوليكشن فور سيزونز وحطيتها فوقيها، لقيت ان بصراحه الفرق ما بينهم صغير جدا، يعني الاثنين تقريبا قريبين من بعض. فلو انت بتحب الحاجات المختلفه بجد انصحك بيه. في من انواع الستيكي نوتس حاجه اسمها ستيكي نوتس شرايط. الستيكي نوتس الشرايط دي بتيجي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. الشكلين اللي انا هتكلم عليهم النهارده او النوعين دول هيكونوا من ماركه M&G. نوع بيكون الالوان بتاعته نيون، والنوع الالوان بتاعته باستل. والصراحه الالوان الباستل بتبقى اريح طبعا بالنسبه للعين وان احنا نشوفها باستمرار قدامنا، بس في نفس الوقت الالوان النيون بتكون حلوه مطرقعه مفرقعه، تخلينا نركز اكتر ونعمل هايلايت اسرع على الحاجه اللي احنا عايزين نحددها او نكتب الميمو بتاعها وننجزها بسرعه. فانا بالنسبه لي مش ده اللي بيفرق قوي، بس في ناس بالنسبه لها يفرق معاها قوي ان هي لازم نظرها تكون مستريحه وهي بتذاكر، مش عايزه الوان مفرقعه، فانا انصحكم بالالوان الباستل دي. المهم نروح للستيكي نوت الشريط دوت ونشوف هو شغال ازاي. زي ما انتم شايفين بيجي 4 في الباكت، وكل باكت على فكره فيه 100 ورقه لكل لون، يعني الباكت الواحد فيه 400 ورقه، كل لون 100. والالوان بتاعت النيون اخضر اورنج بينك اصفر، والالوان بتاعت الباستل اخضر بينك ازرق اصفر. وحبيت ان انا اعمل مقارنه ما بين الالوان وبعضها، اللون الاصفر النيون واللون الاصفر الباستل، وكمان في اللون الاخضر هتحسوا ان في فرق كبير جدا. شوفوا الانسب ليكوا ايه والاريح ليكوا ايه. وعلى فكره ده بيستعمل عادي زيه زي الستيكي نوتس العاديه، او حتى بيستخدموه في الجورنالينج، بيبقى حلو جدا لما نحدد بيه ونعمله زي برواز او ايا كان. اتكلمنا شويه على الستيكي نوتس البيزك، نرجع تاني للستيكي نوتس الاشكال. ومعايا المفروض 5 اشكال من الستيكي نوتس. عايزه اقول لكم ان انا بعد ما فتحت الاشكال وبعد ما فتحت الستيكي نوت اكتشفت ان انا مكرره شكلين اهم. شفتوا شطارتي؟ انا على فكره ما خدتش بالي والله وانا بصور، يعني وانا بفتح الحاجه وانا بصور ولا خدت بالي. انا خدت بالي بعد ما خلصت وبعد ما قفلت. ايه ده؟ انا شاريه 2 نفس الشكل. هو المفروض في شكل خامس فيهم بس مش مشكله. اشكالهم كيوت وتدريجات الالوان تعتبر من الباستل. الاشكال لذيذه، ولد لابس قطه وشكل قطه ودبدوب وكلبوب، وكل الاشكال اي كيس فيهم بيجي 50 شيت في الكيس، يعني 50 شيت للشكل الواحد. الصراحه هم حلوين ولذاذ، وانا يعني شايفه ان هم حلوين قوي برضو في المذاكره في المدرسه، في الحاجات اللي هي تخلينا نحب نذاكر اكتر، سواء كنا في بقى ابتدائي اعدادي او ثانوي. لو احنا عايزين نحب ان احنا نذاكر، عايزين نكتب ملحوظات مهمه على المكتب عندنا، فننصحكم بالحاجات اللي فيها اشكال بتبقى حلوه جدا. النوع ده حلو قوي للكابلز.
ايوه ما تتخضوش، ينفع للكابلز او للصحاب عشان هو جاي بطريقه لذيذه شويه. زي ما انتم شايفين هي دي الاشكال بتاعته، جاي منه 4 اشكال، شكلين للبنات وشكلين للولاد. شكلين الولاد بيكونوا مربعات ومسطر، وكمان الشكلين البنات بيكونوا مربعات ومسطر. اللذيذ بقى ان انتوا مثلا 2 صحاب او 2 كابلز وتقدروا تجيبوا المجموعه دي مع بعض وتقسموها، كل واحد ياخد شكل وياخد حاجه. فالصراحه انا شايفه ان هي لذيذه قوي قوي وكيوت، فكرتها حلوه. المهم لما فتحت الستيكي نوتس وشفتها من جوه، الورق طبعا بتاعها بيرفكت، وكل شكل من الستيكي نوتس دول بيجي 80 ورقه. قولوا لي في الكومنتس حلوه الفكره اللذيذه ديت ولا عاديه؟ وانا بقلب في الستيكي نوتس كنت نسيت الستيكي نوت ده ان انا اتكلم عليه مع ستيكي نوت تاني، وهو الستيكي نوت الشرايط. لو انتوا فاكرين لسه متكلمه عليه، ستيكي نوت الشرايط برضو من ماركه M&G، بس دي بقى عريضه، الشريط نفسه عريض، فبيجي الباكت 3 الوان بس، هم اخضر اصفر وازرق، والالوان بتاعتها الوان باستل. كل واحده فيهم بتيجي 100 ورقه، يعني الباكت ده فيه 300 ورقه. نفس القصه، بيرفكت جدا. نوع الورقه طبعا ممتاز، مش عايزه اقول لكم قد ايه هو حلو جدا. على فكره لما تيجوا تمسكوا الورقه هتفهموا قصدي، وهتعرفوا ان انا بتكلم عن حاجه الماتيريال بتاعتها نظيفه قوي. برده حلوه قوي في ان احنا نكتب عليه نوتس او في الجورنالينج. انا بشوف ان الستيكي نوت الشريط حلو قوي قوي في الجورنالينج، وفي الناس اللي بتحب تبقى عايزه حاجات ملونه تلزقها بشيب وشكل معين واشكال بيزك محدده. فانا بشوف الستيكي نوت ده حلو قوي في الموضوع ده. النوع اللي بعده بيجي مسطر، بس المره دي الفرق ان هما لونين، لون ابيض ولون اصفر. نفس الفكره في فكره ان ايه اللون اللي بيكون مريح بالنسبه لك اكتر. بس برضه انا عايزه اقول على نقطه مهمه قوي في موضوع اللون المريح في الكتابه بالنسبه لالوان الورق. ده ستيكي نوت مش الكراسه الاساسيه اللي انا بشتغل فيها ولا بكتب فيها عشان اقول ان ده لا مش هتبقى مريحه، لا هتضايقني. بالعكس انا بحس ان الحاجه تكون فلاش كده او تكون نيون او مطرقعه فتخليني اركز. انا عندي حاجه معينه، مثلا زي الاصفر البينك واكون كاتبه عليه بالاسود. انا عندي ده، يعني مثلا اكون حاطه الستيكي نوت انا عندي حاجه مهمه. يعني بالنسبه لي استخدم الاصفر او لا استخدم الابيض، هيبقى مثلا فارق عندي في المكتب. انا الحيطه عندي لونها مش ابيض فاجيب الابيض. شوف انت هيكون احتياجك ايه، عشان انت الستيكي نوت دي بتبقى حاجه عشان تفكرك باهم حاجه انت محتاجها في خلال يوم او 2 او حتى اسبوع. فنرجع للستيكي نوت نفسه، وهو جاي منهم شكلين او لونين، الابيض والاصفر، بيجوا مسطرين. وطبعا الماتيريال بتاعت الورق تحفه زي ما قلت لكم. والذ حاجه بقى، الحاجه بصراحه الفاني بالنسبه لي ان اي باكت فيهم بيجي 88 ورقه، ولا ورقه اقل ولا ورقه اكتر، لا 90 ولا 87 ولا 86، 88 ورقه. النوع اللي بعده تحسوه قريب من النوع اللي فات، بس هو ماركه تانية مختلفه. اللي فات كان M&G، ده ماركه صيني، جاي منه مسطر اصفر وساده ملون. المسطر الاصفر لما جيت ان انا افتحه واشوف نوع الورق، هو ده النوع الوحيد اللي بقول لكم عليه من اول الفيديو ان هيكون اقل شويه في خامه الورق. النوع دوت تقريبا الورق بتاعه 60 جرام. اما بالنسبه للملون فكان بصراحه بيرفكت، وكان تقيل لدرجه ان انا شكيت انه ممكن يكون اتقل من M&G، بس لا نفس الملمس بالظبط. فتقريبا ده 70 جرام الملون. والملون جاي منه 5 الوان، اصفر، بينك، خوخي، اخضر، واورنج. الوانها نيون مطرقعه مفرقعه عشان تخلينا نركز نشوف. يعني زي ما انتم شايفين كده اللون الاورنج حلو قوي، يعني فاتح، واللون الاخضر برضو لذيذ مش قوي. يعني انا بالنسبه لي في الستيكي نوتس مش بحب الاخضر، بحب الاصفر، البينك، بحب الخوخي، وبحب الاورنج جدا جدا جدا. فانا بالنسبه لي ستيكي نوت زي دي مهمه، ما اقدرش استغنى عنها. نفس الماركه اللي فاتت اللي قلت لكم عليها، بس المقاس بتاعها اكبر شويه. يعني بصوا ده المقاس الاولاني المربع، ده مقاس مستطيل اكبر شويه، وجاي منه لون اصفر بس ما لقيتش منه الوان تانية. وبرده نفس الفكره، الورق بتاعه خفيف شويه، تقريبا 60 جرام او اقل شويه، مش عارفه بصراحه، بس هو اقل من الملون واقل من اللي فاتوا كلهم. وانا شايفه ان هو حلو كبير، ياخد مساحه كبيره لو انت محتاج بتكتب بقى موضوع كبير في النوتس عندك، ومحتاج ستيكي نوت تكفي كل المساحه وكل الحاجه اللي انت عايز تكتب فيها. هي حلوه جدا، بس هي جايه منها اصفر وساده فقط. النوع اللي بعده اكبر من اللي فاتوا، فيعتبر كده انا عندي 3 مقاسات. انا عايزه اوريه لكم بالظبط ال3 مقاسات. ادي اول مقاس المربع، وتاني مقاس مستطيل
متوسط، وثالث مقاس مستطيل كبير. هما 3 مقاسات. نيجي بقى للمقاس الاخير اللي هو المستطيل الكبير، جاي منه 2 لون اصفر، وجاي منه ملون زي المربع الصغير برضو، الوان نيون مفرقعه مطرقعه، بس مستطيل كبير ياخد مساحه وكتابه اكتر. الالوان برضو بتاعته اخضر، اورنج، خوخي، بينك، اصفر، وده لونه اصفر باستل عادي او الاصفر البيزك العادي اللي احنا متعودين عليه في كل الستيكي نوتس. انا مش عارفه الصراحه، بس انا بشوف ان الاختلاف الاحجام دي هي هتفرق معانا احنا في استخدامنا. يعني انت محتاج تستخدمه في ايه؟ ممكن ناس في ثانوي تحتاج الكبير، ممكن ناس في ابتدائي هي اللي تحتاج الكبير، على حسب انت محتاج ايه. انا بحاول ان انا اوفر لك اكتر من يعني بيبقى فيه فرايتي كتير اكتر من منتج، وانت تشوف انت احتياجك ايه. في ناس في ابتدائي بتحب تذاكر وتكتب بايديها كتير جدا، اعرف ناس كتير جدا كده. في ناس في ثانوي ولا بيفرق معاها موضوع الكتابه ده اصلا، يعني الحمد لله ان انا خدت معايا قلم النهارده يعني. فهي بتفرق على حسب الاحتياج بتاعك، وعلى حسب انت محتاج تذاكر ازاي، طريقتك في المذاكره ازاي، فساعتها هتختار او هتستخدم الستيكي نوت اللي انت محتاجها. نسيت اقول لكم على حاجه مهمه في الستيكي نوتس دي، كل المسات بتاعتها سواء كان مربع، مستطيل متوسط او مستطيل كبير، كلها بتيجي 100 ورقه للباكت الواحد. نيجي لاكتر نوع انا متحمسه ان انا اجربه، هو ستيكي نوت شكله كده ستيكي نوت شفاف. اول حاجه شفتها اول ما مسكت الباكت بتاعها قريت ان مكتوب عليها 30 في 2، فده معناها ان هما نوعين او حاجتين وكل واحده فيهم 30 ورقه. مش عارفه، بس انا بصراحه ما استنيتش، انا على طول فتحت عشان اجرب. اول ما فتحت الباكت بتاع الستيكي نوت ده هنلاقي ان هو جاي فعلا بشكلين او بطريقتين، طريقه شفافه مربعه وطريقه شفافه بلانك خالص ساده ما فيهاش اي حاجه. اتحمست جدا وجبت النوت السبرينج بتاعتي من كولكشن فور سيزون، واخترت ورقه يكون فيها الوان وكتابه كتير، وبدات اجهز القلم اللي هكتب بيه، واخترت قلم جاف من ماركه برافو كان عندي. فتحت الباكت وزي ما بقول لكم شفت التقسيمات بتاعته. المهم خدت الجزء المربعات وحطيته وانا بكتب عليه بصراحه الملمس بتاعه كان غريب جدا، تحسوا ان انتوا كانكم بتكتبوا على جلد. كانت حاجه بصراحه غريبه جدا بالنسبه لي، اول مره اقابل خامه الورق ديت والنوعيه دي، حتى الفواصل الشفافه ما كانتش بتكون كده. المهم لزقته فوق الكتابه وحلو جدا، درجه الشفافيه بتاعته طبعا حلوه جدا ورهيبه. جيت بقى امسح بايدي الحبر اللي مكتوب عليه، وده كان اسوأ قرار انا خدته، لقيت ان الحبر طلع في ايدي. فقعدت افكر طب معقوله الستيكي نوت دي مش هينفع اكتب عليها باي قلم عادي؟ قلت خلاص انا هستنى ان الحبر بس ينشف شويه واحاول ان انا اشيله. وفعلا لما استنيت شويه انه ينشف كان بيبقى صعب شويه ان هو يطلع في ايدي. وبعدين فكرت قلت ليه لا ما اجيبش قلم بيرمننت موجود عندي واكتب بيه. القلم ده فعلا بيرمننت وليه ناحيتين، انا هستخدم الناحيه الرفيعه خالص ولونه اسود، وقلت اكتب على الستيكي نوتس. انا بصراحه مش عارفه اذا كان ده هينفع مع كل الناس ولا لا، بس ممكن في فيديو لوحده قولوا لي في الكومنتس ان احنا نعمله، نستخدم الستيكي نوتس دي ونجرب عليها كل انواع الاقلام اللي موجوده عندي، سواء كانت جاف، حبر، رصاص، جل، فاين لاينر، بيرمننت، اي انواع اقلام، وتكون المحتوى بتاعنا الستيكي نوتس الشفافه دي. وهي غريبه بصراحه، الملمس بتاعها غريب وحلو جدا، وانا شايفه ان ده هيكون فيديو مفيد عشان نقدر نعرف احنا هنقدر نستخدم انهي نوع من انواع الاقلام على الستيكي نوتس المخصوصه دي. بمنتهى الامانه والصدق والشفافيه والصراحه النوع ده اللزق بتاعه ضعيف جدا، يعني هو حلو قوي شفاف كلنا بندور عليه ومش عارف ايه، بس النوع ده اللزق بتاعه رهيب، مجرد بس اي حركه بالغلط هتلاقي الورقه طارت معاك خالص واتشالت من مكانها. فده العيب الوحيد يعتبر من وجهه نظري، لان طالما انت جبت حاجه زي كده فانت ممكن تستخدم لها الاقلام المخصوصه بتاعتها. فالعيب الوحيد بالنسبه لي مش بينفع ان احنا نلزق عليها الستيكي نوتس او على الورقه لفتره كبيره، هي يا دوب بس هتشف حاجه هتحطها، او انت هتحتاج عامل مساعد تجيب جلو او لزقه او ايا كان عشان تقدر تحطه بقى معاها عشان ينفع تستخدمه. غير كده هي بيرفكت. كفايه بقى، كفايه انواع بيزكس وانواع كده غريبه. احنا عايزين نخش على المطرقع، عايزين نخش على اللي فيه اشكال، عايزين احنا بتوع الجورنالينج ونحب نرسم ونحط ستيكرز ونقصقص ونعمل. انا جايبه لكم احلى ستيكي نوتس ممكن تشوفوها،
9 اشكال احلى من بعض. يعني في اشكال جايه على منبهات، وفي على فلامينجو، وفي على ديناصور. انا عايزه اقول لكم ان انا محتاجه رايكم جدا في اللي على شكل ديناصور ده. انا لازم اوريكم كل الاشكال ولازم تقولوا لي رايكم انهي شكل في الديناصور ده. انا خلاص قررت ان انا محتاجه واحد من دوت، انا هستخدمه لنفسي، و يعني ممكن اخد منه 2 3 مش عارفه الصراحه، بس النوع ده حلو قوي. وانا بفتحهم عشان اشوف الاشكال حسيت ان ملمس الورق كده كانه ناعم بزياده ومختلف برضو عن الانواع اللي فاتت او حتى عن الورق العادي، بس الصراحه الملمس كان عاجبني جدا. الفكره ان الباكت الواحد بيجي فيه شكل كبير، وهم حتى كاتبين شكل واحد مقاس 70 في 70 او اللي هو 7 سم في 7 سم، لان 70 دي 70 مللي. والمقاسات او الاشكال الثانيه بيكونوا 5 اشكال مقاسها 2 سم في 5.4 سم، فهم لذاذ قوي وينفع ان احنا نكتب عليهم. بس وانا بتفرج على الاشكال بقى واحد واحد كده وعماله اقلب واتفرج ومش عارف ايه، قررت ان انا امسك الستيكي نوتس كده واقلبها واقرا الكلام اللي مكتوب عليها بتمعن. فلقيت ان هم كاتبين اليوزج او الاستخدام بتاعها ان انت تسيب مسجز، ميموز، نوتس، اندكس، وات ايفر انت تكتب عليها اللي انت عايزه. بس في حاجه بقى مهمه تحتها، وهي ان البرودكت دوت افضل استخدام ليه انك تستخدم معاه اقلام اويل بيزد بن عشان ينفع تكتب عليها. عشان كده قلت لنفسي ورجعت لنفسي قلت الملمس الناعم ده ما كانش من فراغ، اكيد وراه حاجه. افضل حاجه ان احنا نستخدمها مع الستيكي نوتس دي لو هنكتب عليها هي اقلام تكون اويل بيز او البيز بتاعها زيتي مش ووتر بيز، البيز او الاساس بتاعها مائي. وكمان كاتبين ملحوظه كمان ان احنا ما نلزقهاش على اي سطح فيه ميه. انا الصراحه مش عارفه ايه اللي ممكن يحصل لو لزقنا ستيكي نوتس على سطح فيه ميه، انا ما جربتش، بس هم كاتبين ان دي ملحوظه مهمه ما تعملوهاش. اختاروا معايا بقى شكل من الاشكال العسل دي، عشان غالبا هختار منبه وديناصور عشان انا بدات اطمع، ونجربها مع بعض نشوف بقى ايه حكايتها بالظبط. بس انا شايفه ان دي حاجه، عارف انت لما تلاقي حاجه انت حاببها هاتها على طول وبعدين نبقى نجربها. هو ده الحلو في الاستيشنري، هاتها وان شاء الله نجربها ونبقى نشوف بقى ايه حكايتها. بس عمرك ما هتجيب حاجه وتزعل عليها ابدا، دي احلى حاجه في الاستيشنري عندنا. من السنه اللي فاتت مكمل معايا الشكل ده من الستيكي نوتس. لو انتوا فاكرين كنت جايبه لكم لون واحد بس، السنه دي جايبه لكم لونين منه، لون كده على تركواز والتاني على اورنج. هو بيكون متقسم جزئين، جزء بيكون مكان كبير نقدر نكتب فيه النوتس والميمو، وجزء التاني شبه التودو ليست، او فعلا هو في اللون التاني بيكون في مكان تعلم فيه في التودو ليست. السنه اللي فاتت ما كنتش عارفه ازاي الصراحه نستخدم الستيكي نوتس دي وازاي نخليها تقف، بس المره دي انا هوريكم ازاي نخليها ستاند ونوقفها. بس قبل ما نجرب عايزه اقول لكم ان الستيكي نوتس دي الجزئين بتوعهم كل جزء فيهم بيجي 25 ورقه بس. وزي ما انتم بقى هنا شايفين قد ايه انا فنانه وشاطره وعرفت الطريقه ازاي اخليها ستاند وتقف وتثبت مكانها بمنتهى البساطه والسلاسه، ولا كأني السنة اللي فاتت كنتش عارفة اعمل اي حاجة في اي حتة. لو انتوا فاكرين ومتابعين كويس جدا هتعرفوا ان انا ما كنتش عارفة اعمل فيها اي شيء. النوع اللي بعده نفس الفكرة، بيقف ستاند بس طريقة تركيبه اسهل مليون مرة من اللي فات، وبيجي على شكل قطط. هما مش سو ميني كاتس بس قطط برضو من M&G، وبيجي الباكت الواحد بيجي 40 شيت. مقاسها حلوة قوي ولذيذة كيوت، والورق بتاعها طبعا تحفه، والخامه بتاعته حلوه جدا. الوانهم لذيذه بس انا حبيت البيبي بلو اكتر. تحسوا كده ان الحاجات اللي بتقف كده على المكتب بتخلي شكل المكتب لذيذ. الستاند كده يخليه فرفوش، يخلي المكتب فرفوش كده وليه طعم كده ولذاذه، يعني حاجه نستخدمها وفي نفس الوقت هي الديكور. بصراحه عسل دول عسل قوي. لو انتوا بتحبوا الاشكال في الستيكي نوتس تكون كيوت ولذيذه ويا دوب صغنطوطه كده ومحندقه، فانا انصحكم بالاربع اشكال دول. حتى في شكل فيهم ينفع تودو ليست برضو من ماركه M&G، 4 اشكال ب4 الوان مختلفه، بينك، اخضر، ازرق واورنج. كل واحده فيهم بتيجي 30 ورقه. اشكالهم لذيذه مطرقعه كيوت، ده غير ان خامه الورقه طبعا تحفه. فلو انتوا بتحبوا الحاجات الكيوتي الصغنطوطي خالص دي
انصحكم بيها. هنرجع شويه للحاجات البيزك بس مش هنرجع قوي، لان من مجموعه ساكورا تايم برضو من M&G هنلاقي المجموعه ديت هي مكونه من شكلين او من لونين بس من ساكورا. هو كل واحده فيهم بتيجي 100 ورقه، هي كبيره 100 ورقه، بس هما لونين بيزك باستل هادين قوي، لون اخضر ولون موف. لو انتوا بقى بيفرق معاكم فعلا الموضوع ده وموضوع ان الحاجه تكون مريحه جدا للعين، انصحكم بيها وبقوه. لو انتوا عايزين حاجه تكون مريحه جدا للعين، اللون الاخضر حلو قوي وهادي وبسيط، وكمان اللون الموف هادي جدا، واللون درجه الالوان الباستل اللي هم مستخدمينها حلوه قوي قوي قوي. برضو لو انتوا بتحبوا الحاجات الهاديه، الالوان الباستل الرقيقه البيزك الى حد ما، فانا انصحكم برضو بالاربع اشكال دول. هم 4 اشكال تحسوا ان هي الورقه كانها مشبحه، حاجه بسيطه حاجه خفيفه خالص، جاي منها بينك ازرق موف، واللون الاخير ده تحسوه اصفر على اورنج. انا بصراحه انا شخصيا مش قادره احدد، بس هو الوانه لذيذه، هو تشبيحه اصفر على اورنج، فهي لطيفه جدا. كل شكل فيهم بيجي 80 ورقه، الورق بتاعها حلو جدا ممتاز. وزي ما قلت لكم برضو في النوع اللي فات، لو انتوا بتحبوا الحاجات البيزك الهاديه الخفيفه المريحه للعين، فانصحكم فعلا بكل المجموعه ديت. المجموعه اللي بعدها برضو نفس القصه بس بشكل مختلف شويه، وهو شكل الكلاود. والكلاود دي بقى لذيذه قوي، لان الصراحه مكتوب عليها cloud is the most beautiful copy in the sky. مش عارفه الصراحه يعني ايش هذا الجمال، ايش هذا الفن يا M&G، ايش هذا الفن. يعني بيختاروا شويه جمل وشويه حاجات بصراحه كيوت قوي لذيذه جدا، بيفرق معاهم التفاصيل زي ما بتفرق مع اغلبنا موضوع التفاصيل دوت، خصوصا احنا البنات بتفرق معانا قوي التفاصيل. فالستيكي نوتس حلوين من كوليكشن نقدر نسميه كلاود، هم مش مسمينه كده بس انا مسمياه كوليكشن كلاود. هم 4 اشكال جايه على ازرق او موف وتركواز بينك واورنج، كلهم احلى من بعض والورق بتاعهم ممتاز. ولو انا نسيت اقول في الاول، فهي كل واحده فيهم بتيجي 80 ورقه برضو زي النوع اللي فات. من اغرب الستيكي نوتس اللي انتم ممكن تستخدموها وهي ستيكي نوتس تكون كلها سودا. يا ترى هنستخدم الستيكي نوتس السودا دي في ايه؟ بس الستيكي نوت الاسود من ماركه M&G جاي منها 3 اشكال، بس احب ابشركم ان الاشكال دي مجرد بس الكفر الخارجي، هي كلها بتيجي اسود بلاك فحمه ساده، مفيش اي حاجه يعني تختلف عن اي واحده من ال3. كل واحده فيهم بتيجي 80 ورقه. الستيكي نوتس دي على فكره حلاوتها في ان احنا ما نستخدمهاش مع اي اقلام، احنا ممكن نستخدمها مع الاقلام الباستل الجل. لو انتوا حابين برضو قولوا لي في الكومنتس ان احنا نعمل عنها فيديو ونستخدمها لوحدها ونجرب عليها الاقلام دي، قولوا لي. بس انا حبيت ان انا اعرضها واقول لكم عليها عشان لو في ناس بتحبها، هي موجوده في الكوليكشن السنه دي، او عايزينها او بيدوروا عليها، هي موجوده السنه دي. بس انا الصراحه حابه ان انا اعملها فيديو لوحده مخصوص ونجربها لوحدها ونستخدم معاها الاقلام الجل النيون. اظن ان دي اكتر حاجه تنفع عليها، او الاقلام الجل البيضه لو انت ما عندكش الالوان وعندك الابيض، فاظن ده هيبقى بيرفكت جدا معاها. ممكن تستخدم طبعا في ان احنا نكتب ميموز او كده، بس اظن ان هي في الجورنالينج هتكون احسن واكتر في الاستخدام. دول 3 ستيكي نوتس مختلفين في الشكل بس تقريبا بيعملوا نفس الحاجه. ايه هو نوع الستيكي نوتس ده؟ ده ستيكي نوتس بنسميه ستيكي نوتس فواصل. ليه؟ لان احنا في الاغلب بنستخدمه از هايلايت على الكلام، او بنستخدمه بان هو يبقى فاصل زي البوك مارك، فاصل ما بين كل حاجه والتانيه، او ان احنا نعلم ان احنا وقفنا عن الجزء دوت في الكتاب او في الكراسه، او نستخدمه ان هو يكون فاصل ما بين كل ماده والتانيه. او في ناس من اللي بتحب تقرا بتحب تستخدم الهايلايت ديت، او بتحب تستخدم الفواصل ديت عشان تعبر عن مشاعرها في جزء معين في الكتاب وهي بتقرا. يعني مثلا انا بحب اللون الازرق، فاحط ان اللون الازرق هو الحاجه الحلوه اللي بتفرحني، اللون الاحمر الحاجه اللي از ان انجري، او ان هي حاجه مضايقاني او غضب او كده، او الاصفر على الحاجه مثلا البيزك، او ايا كان. انا بختار الالوان ايه وبحددها، وبكون حاطه زي فهرس كده ان كل لون بيعبر عن ايه. في ناس كتير بتستخدم الهايلايتس ديت او الفواصل دي، صدقوني بطرق مختلفه كتير. شوفوا الانسب ليكوا ايه واستخدموها. بس انا النهارده هشرح لكم ازاي نستخدمها. وفي كمان كان عندي من السنه اللي فاتت شكل الفواصل الستيكي نوتس ديت، هوريها لكم دلوقتي. ودي انا بصراحه بحبها جدا وانا بستخدمها تقريبا شبه يوميا. و
وبعلم كده فواصل ما بين كل حاجه والتانيه عندي في الكراسه بتاعتي. الستيكي نوت الاسهم بتعمل نفس الفكره، بس الفكره ان هي ليها بوز كده او سهم، فبيبقى شكلها مختلف عن المستطيل. وفي المستطيل العادي، المستطيل اللي هو بيكون الوان نيون، الوان فاقعه او الوان باستل. ونيجي بقى نقف شويه عند الالوان الباستل دي، عشان الالوان الباستل دي فظيعه. وانا بفتح اشوف شكل الالوان الباستل دي كانت هتجنني. ازاي لما اجي اسحب اللون هيطلع الورقه اللي بعدها؟ ازاي لما اسحب ورقه ازاي هتطلع الورقه اللي بعدها؟ قلت لا، اكيد هم عاملينها واحده عكس الثانيه واحده عكس الثانيه. وفعلا قلت لا يمكن، انا لازم هجرب الستيكي نوت دي او الفواصل دي. وبقيت اشد اول واحده الاقي الجزء والطرف اللي في الاخر يطلع عشان اقدر اسحب منه، وهكذا. بصراحه حلوه قوي وشيك. ويعني بصوا، انا بحب الحاجات اللذيذه اللي فيها فكره كده، ما احسش ان انا مجرد شكل عادي وهشيل وخلاص. لا، ده انت تشيل ويطلع لك حته وتشيل ويطلع لك حته. فيعني لو عايزين حاجه مطرقعه في المضمون ممكن انصحكم جدا بيها. بس هي الفكره ان الالوان بتاعتها الوان باستل فاتحه، هم 5 الوان: موف واخضر لبني اصفر وبينك. بصراحه انا كنت ناويه ان انا اختم الفيديو بالستيكي نوتس دول، بس بعدين اكتشفت ان في نوعين كمان فهنتكلم عنهم. فانا لسه ما خلصتش الفيديو يا شباب، فلو وصلتوا لحد هنا احب اهنيكم واقول لكم ان انتم من الابطال. فما تنسونيش باللايك والشير والكومنت والسبسكرايب لليوتيوب شانل، ودوسوا على جرس الاشعارات. اوكي نكمل. المهم الستيكي نوتس اللي انا كنت المفروض اخليها اخر واحده، ستيكي نوتس من سو ماني كاتس. وحشتني الصراحه سو ماني كاتس وحاجاتها، فقلت بس سو ماني كاتس، بص الحلاوه، بصوا الستيكي نوت، بص الرسمه، بصوا الحاجات الحلوه. انا قلت بس خلاص هو ده الستيكي نوت وخلاص. ده كان بالنسبه لي كان هيبقى اخر حاجه. افتح يا ساده يا كرام كل ستيكي نوت من دول الاقيه يطلع ساده. انا اتصدمت، خدت الصدمه قلت لا مستحيل، الستيكي نوتس دي طلع ده شكل الكيسه بس وهي من جوه ساده. ليه يا ام جي؟ ليه سو ماني كاتس؟ ليه تعملوا فيا كده؟ انا كنت فاكره ان هي حلوه قوي بالاشكال دي، بس للاسف يا جماعه ما تتخدعوش فيها زيي. هي بتكون ستيكي نوتس ساده، الالوان بتاعتها باستل، اخضر ازرق موف وبينك. فلو انتوا كنتوا هتشتروها عشان شكلها، فانا احب اقول لكم ان هي ده شكل الكيسه مش شكل الستيكي نوتس. بس هي لذيذه يعني، كل واحده فيهم 100 ورقه يعني، حلوه موفره. بس برضو ما كنتوش تخدعونا. الستيكي نوتس بقى اللي لقيتهم في الاخر وقررت ان انا ازودهم في الفيديو دوت هم نوعين. اول نوع جاي منه 6 اشكال. ال6 اشكال بصراحه مطرقعين وكيوت، وفي شكل فيهم والله انا ما عارفه ده شكل ايه. هم عباره عن اشكال حيوانات، هامستر بقى وباندا، كلبوب، بطه، دبدوب، بس في شكل فيهم والله انا مش عارفه ده عباره عن ايه، بس مش مشكله. الحلو بقى فيها ان هي كل واحده فيهم بتيجي الاول 30 ورقه. خامه الورقه طبعا حلوه جدا، بس الحلو بقى واللذيذ قوي اللي فيها ان احنا ينفع نخليها ستاند ونوقفها على المكتب، وده الصراحه كان اوبشن لطيف ولذيذ وكيوت فوق ما تتخيلوا. قولوا لي في الكومنتس اكتر شكل عجبكم فيهم، ولو انتوا عرفتوا اسم الشكل ده او اسم الحيوان ده بجد قولوا لي والله، عشان انا فعلا مش عارفه. اخر حاجه معايا واخر ستيكي نوتس معايا، وبمنتهى الامانه انا في شكل فيهم خلاص انا قررت ان انا اخده لنفسي. هو ده المفروض جاي منها 4 اشكال، تحسوها ان هي من كولكشن ساكورا بس هي مش من كولكشن ساكورا، بس الثيم بتاعها كده تحسوها شبه ساكورا، الورد والالوان اللي هي تحسوها ربيعي ديت، بس لا هي مش من كولكشن ساكورا. بس انا اخترت الشكل ده اللي هو فيه طياره، بصراحه مش عارفه بس تفاؤلا بان انا ممكن اطير واسافر في اي وقت في اي مكان ان شاء الله، فانا اخترت الشكل اللي فيه الطياره. قولوا لي في الكومنتس هتختاروا انهي شكل، بس ال4 احلى من بعض. والحلو بقى واللذيذ قوي اللي في الموضوع ان كمان الاشكال دي ينفع ان هي تقف ستاند، والاشكال دي بيجوا 30 ورقه في الشكل الواحد. بصراحه الخامه الورقه برضو بتاعتها حلوه جدا، بس انا اللي فارق معايا قوي 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 الشكل، فعشان كده انا اخترت الشكل اللي هو فيه الطياره. قولوا لي بقى في الكومنتس انتوا هتختاروا انهي شكل من دول، وهتختاروا انهي نوع من انواع الستيكي نوتس دي. ايه اكتر ستيكي نوتس تحسوا ان هو
بيعبر عنكم. قولوا لي في الكومنتس، قولوا لي في انهي دقيقه، يعني انا حتى بشوفكم بتكتبوا لي في انهي دقيقه حبيتوا مش عارف ايه في الفيديو اللي فات، فاوكي اكتبوا لي في الكومنتس في انهي دقيقه وانا هخش اشوف ايه اكتر حاجه انتوا حبيتوها. وجاوبوني كمان على الاسئله اللي انا سالتها لكم في خلال الفيديو، عشان لو انتوا حابين حاجه زي كده على طول فورا هعمل فيديوز على الحاجات اللي انتوا عايزينها. يا رب تكونوا استفدتوا في اخر الفيديو. ما تنسونيش بلايك شير كومنتس سبسكرايب لليوتيوب شانل، دوسوا على جرس الاشعارات، واشوفكم على خير ان شاء الله. فيديوز تانية كتير، ريفيوز، فلوجز، وحاجات كتير كتير كتير. ويا رب بجد فعلا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، عشان انا شخصيا استفدت، عرفت اشكال كتيره حلوه، لقيت اشكال جديده حلوه واخترت كام حاجه منهم. وبس كده انا خلصت، ويا ريت ما كنتش اخلص عشان الصراحه ما كنتش حابه ان انا اخلص الفيديو ده عشان حاجاتهم كيوت قوي. وصباحكم فله او مساءكم فله على حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو ده. باي.